من بعد الليلة اللي فاتت، الليلة اللي شفت فيها الكيان ده بعيني في المراية، وسمعت همسات بتنادي باسمي. حياتي ما بقتش زي الأول خالص. الخوف سكن جوايا، ما بقاش مجرد إحساس، بقى جزء مني، جزء بياكل روحي حتة حتة. صباح أو مساء الخير على كل الأبطال اللي بيتابعوني. جهزوا نفسكم لأن النهاردة مش مجرد حلقة جديدة. النهاردة هنغوص أكتر في عالم رهف. فاكرين لما بدأت أحكي لكم عنها؟ دلوقتي جه الوقت إننا نسمع ونعيش الأحداث من وجهة نظرها. مستعدين؟ يلا نكمل الحكاية. حاولت أصدق إن اللي حصل ده مجرد كابوس، مجرد هلاوس من تعب أو إرهاق. بس لما بصيت على دراعي تاني الصبح، لقيت علامات صوابع لسه موجودة، كأنها محفورة في لحمي. ساعتها عرفت إن ده مش مجرد حلم، ده كان حقيقة مرعبة. وساعتها قررت إن أحكي لأمي كل حاجة بالتفصيل، من أول إحساسي بالبرودة الغريبة لحد لمسة إيده على رقبتي، والظل كمان اللي شفته في المراية. أمي انهارت من اللي سمعته، فضلت تعيط وتحضن فيا وتضمني جامد، وتلوم نفسها إنها ما كانتش بتاخد بالها مني كويس. صوت عياطها كان بيقطع في قلبي. يا بنتي، يا بنتي، ياما قلتلك على سهرك والحاجات الكتيرة الغلط اللي كنت بتعمليها، ياما خفت عليك. ربنا يحفظك ويحميكي يا حبيبتي. من اليوم ده أمي ما بقتش تسيبني لحظة، كانت بتنام جنبي في الأوضة، وحتى لما بتخرج ما كانتش بتطمن غير لما أكون معاها. الخوف كان باين في عينيها زي ما هو باين في عيني. ماما وأخويا كانوا بيحاولوا يطمنوني. أخويا مازن كان بيقعد معايا يحكي ويهزر، بس كل ده كانش بيشيل حاجة من اللي حسيته. ماما اتصلت بخالتي، حكت لها على كل اللي حصل معايا علشان تحاول تشوف لي شيخ. وفعلا خالتي عرفت تجيب شيخ. الشيخ جالنا البيت، كان راجل كبير ووشه منور. قعد معايا بهدوء غريب، سألني عن كل التفاصيل. لما حكيت له على الكيان اللي شفته، عينه لمعت كده كأنه عارف ده ايه بالظبط، وراح قايل لي: يا بنتي، اللي حصل لك ده مش وهم، ده كان كيان من عالم تاني، وده اسمه جن عاشق، انجذب ليكي بسبب اللي كنت بتعمليه والعادات السيئة اللي بتعمليها. بس ربنا أكبر من أي حاجة، كل حاجة بتحصل لنا بيبقى ليها سبب، يمكن ده اختبار ليكي عشان ترجعي لربنا. وبعدها الشيخ اداني ورقة مكتوب فيها آيات معينة، وقال لي كل يوم تقرأيها وبالذات قبل النوم. وقال لي أواظب على الصلاة ومقطعهاش أبدا، وأنام مستورة ومغطية نفسي كويس. أهم حاجة قالها لي: ما تخافيش من أي حاجة غير ربنا. وقال لي خليكي قوية بإيمانك، وإن شاء الله ده اختبار وهتعدي منه على خير. كلامه طمني بشكل غريب، حسيت إن في أمل. بدأت فعلا أصلي كل فرض في وقته، وأقرأ الآيات اللي اداهالي. كنت بحس براحة نفسية غريبة، كأن في حصن بيتكون حواليا. أمي فضلت تنام جنبي في الأوضة، وكنت بحس بالأمان. الأيام عدت والأسابيع، وبدأت أنام لوحدي تاني، والهمسات قلت والظلال اختفت. كنت فاكرة إن الكابوس انتهى، وإن خلاص رجعت لحياتي الطبيعية. شهر كامل عدى، شهر من الهدوء والراحة اللي ما كنتش متعودة عليها. كنت فاكرة إني انتصرت، ورجعت أروح تاني مجامعتي وأقضي وقت مع أصحابي. بس مع كل ده كنت حاسة بملل غريب. يمكن كنت متعودة على الدوشة والأغاني اللي كنت عايشة فيها، أو يمكن كانت روحي لسه بتنجذب للجانب المظلم. في يوم كنت قاعدة في الأوضة لوحدي، كنت حاسة بزهق قاتل، والشيطان لعب في دماغي. قلت لنفسي: إيه يعني لو شغلت أغنية كده على الهادي؟ وإيه يعني لو قعدت أقلب في الموبايل شوية زي زمان؟ أنا خلاص بقيت قوية، الشيخ قال لي كده. وفعلا شغلت أغاني هادية وقعدت أقلب في الموبايل شوية. فجأة حسيت بنفس السخونية الغريبة اللي حسيتها أول مرة. جسمي كله بدأ يولع من السخونية، مكنتش طايقة الهدوم اللي لابساها. قمت بسرعة، خففت الهدوم شوية ورجعت قعدت تاني.
كان الوقت متأخر بالليل والهدوء كان مالي المكان، وكنت قاعدة باكل فشار وبشرب عصير ساقع عشان الحر اللي أنا حاسة بيه. كنت فاكرة إني بأمن نفسي، إني بتحكم في نفسي، لكن في اللحظة دي في عز الهدوء سمعت الصوت ده تاني، صوت عمري ما هنساه، صوت بيجمد الدم في عروقي. وحشتيني، أخيرا رجعت ليا. ده إزاي؟ أنا كنت ملتزمة وبصلي، إزاي رجع تاني؟ جسمي بدأ يتلج، كنت عايزة أتحرك أو أصرخ أو أقرأ قرآن، بس لساني اتشل، مخي فضي تماما، كل الآيات اللي حفظتها طارت من دماغي، الخوف شلني، لفيت وشي ببطء، وفي اللحظة اللي عيني جت على المكان اللي جاي منه الصوت شفته. هو، أيوه هو، نفس الكائن اللي شفته في الكابوس الأولاني، واقف ورايا، بس المرة دي شكله كان أوضح ومرعب أكتر. عينه الحمرا كانت بتلمع في الضلمة، ابتسامته العريضة المرعبة على وشه. صرخت بصوت عالي وأنا مفزوعة: الحقيني يا ماما! ولسه هجري على باب الأوضة يمكن أقدر أهرب، لكن قبل ما ألمس الأكرة حسيت بقوة رهيبة شدتني من ظهري، شدني عنده وحط إيده على عيني بصوته الفظيع اللي كان بيوشوشني في ودني، صوته اللي خلاص بقى جزء مني. روز، انت بقيتي بتاعتي أنا وبس، وهتيجي دلوقتي معايا للعالم التاني. وفي اللحظة دي حسيت إن روحي بتتسحب مني، جسمي كله بقى تقيل، ما بقتش حاسة بأطرافي. شال إيده من على عيني، فتحتها. إيه ده؟ أنا فين؟ دي مش أوضتي، ولا ده بيتنا، ولا ده عالمنا. المكان كان كله ضلمة وصمت رهيب، مجرد سواد ملوش نهاية، وصوت واحد بس اللي بسمعه، صوته هو، صوته اللي بيقولي: انت بتاعتي، انت ليا إلى الأبد. لأ، مستحيل، لأ، أكيد مش هتكون دي نهايتي. يا رب والنبي انقذني. صوتي كان بيختفي، بيموت في الفراغ ده، وهو بيسحبني لعمق السواد اللي ملهوش نهاية. بيقول إنهم لسه بيحاولوا معايا، بيودوني لشيوخ، بيقرأوا عليا قرآن، بيحاولوا يرجعوني، بس أنا هنا معاه. أنا بقيت جزء منه، همساتي بقت همساته، وصوتي خلاص بقى صوته، لأني ملكه إلى الأبد. انت بتاعتي، انت ليا إلى الأبد.